اخوان السلام عليكم. نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ديال اليوم غنهضروا على القضيه ديال الرضا والتشينويه، القضيه اللي كان كيتسناها المجتمع المغربي كامل. في الحقيقه هاد الايامات كامله كل شيء كان كيتسناها، وبصراحه كنا كنتسناو ان القضاء المغربي شنو غيقول بالضبط في هذه القضيه. كاين اللي كان كيقول بلي السيد غادي يخرج من بعد هاد الروينه كامل اللي نواض، ومن بعد هاد السب والقذف والتشهير بالناس والاعتداء على الناس وعلى شرف الناس. كان المجتمع المغربي كان كيتسنى القضاء المغربي واش غينطق بالحكم ضد هذا السيد او لا غيكون شي حاجه اخرى. حتى البارح واللي كنبغيو نهنيو بصح القضاء المغربي على الحكم في حق هذا السيد هذا اللي ما خلى ما دار وما خلى ما قال. أدى بزاف ديال الناس بواحد الطرق اللي هي وضيعة جدا، اللي بنادم نورمالمون ما يقدرش يشوفها ولا يسمعها، لدرجة أنه كيكتب المعيار في الورقة وكيعاير وكيعلم العيالات أنهم كيفاش يعايروا. ومن هذا المنبر كنسلم على دوك الناس هما اللي كانوا كيسمعوا ليه وكانوا كيسمعوا المعيار ديالو. ها هو عبرة. حنا بطبيعة الحال ما كنتشفاو حتى بشي واحد، الحبس ما تبغي حتى شي واحد، الحبس خايب، ولكن بارفوا كيكون مزيان لشي نوع ديال الناس باش يترباو وباش يكونوا عبره لواحد اخرين. سيرتو في هذه الحاله هذا ديالنا دابا، في هذا الوضع اللي ولينا كنعيشوه، ولينا كنشوفوا غير رواي بيضاء هما اللي معروفين. التفاهه وقله الاداب وقله الدين هما اللي كيطلعوا في الطوندونس، هما اللي كيبانوا. وكنتمناو ما يبقاش هذا الشيء هذا. والحكم على رضا والتشينويه كنظن غيكون بمثابه ديال واحد الاعلان من طرف القضاء المغربي لانهم يدخلوا سوق راسهم، وانه بنادم ما يبقاش غير اجيبها فمو وقول. الا غتهضر خصك تعرف شنو غتقول، اما تكون شي هضره اللي كتفيد الناس او لا تشد فمك وتطفي ديك القناه من الاحسن. البارحه الاخوان كان الحكم في حق رضا والتشينويه والرباعه كامله وفاطمه بنت عباس كلهم كاملين، من بعد محاكمه اللي كانت طويله. وتحيه مره اخرى للقضاء. تقريبا الجلسه كانت من 12 النهار حتى لوحدة الليل، يعني كانت واحد الجلسه اللي فيها نظر روينه ديال بصح. هذه الجلسه هذه تحكم على رضا والتشينويه و3 سنين نافذه، وحكموا على فاطمه بنت عباس بعامين ونص، وعلى خديجه اللي هي موين رضا والتشينويه اللي ملقبه بالشينويه حكموا عليها ب6 شهور ديال الحبس مع 3 ديال بناتها. بطبيعة الحال من بعد ما تمت التبرئة ديالهم من التهمة ديال التهديد، لقاش كانت عندهم تهمة ديال التهديد تبرؤوا منها، ولكن بقى في حقهم واحد التهمة اللي هي السب والقذف والمساس بالحياة الخاصة للغير، بالإضافة إلى التشهير باستخدام الأنظمة المعلوماتية وتهديد الأمن العام وإحداث الفوضى داخل مرفق أمني، يعني تا في المخزن نوضوا الحيحة. فبصراحة كان حكم اللي هو في بلاصتو. بطبيعة الحال كان مؤيد وكان معارض. من بعد هذا الحكم كانت ناضت روينة تمايا في المحكمة، ما بغاوش الحكم، ما تقبلوش. بطبيعة الحال الله يحسن العوان. انا كنعاودها مرة اخرى، راه ما كنتشفاوش، واللي كيتشفى كيتبلى. مي كيف ما قلنا بارفوا كيكون هاد الشيء هذا كيكون لشي ناس كيكون في المحل ديالو، لحقاش الا ما جاش القضاء يتدخل في هاد المسائل هادو راه غتولي الفوضى، وانتم كتشوفوا شنو ولا السوشيال ميديا. وكيل الملك حتى هو كان صارم في المحاكمه ديالو، بحيث انه قدم واحد المرافعه صارمه ومؤكده على خطوره الجرائم المرتكبه وتاثيرها السلبي على النظام العام، واعتبر ان الظاهره التشهير والاساءه المنتشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعد خطرا متزايدا على أخلاق المجتمع وقيمه، مطالبة بإنزال أقصى العقوبات لتحقيق الردع اللازم. وكيف ما قلنا هذا الشيء هذا غيكون إن شاء الله بمثابة واحد الردع البزاف ديال الأنواع
اللي منتشرين بزاف الفيروسات اللي هما نتوما كتشوفوهم في السوشيال ميديا، غيكون المثابة ديال واحد الرد على هاد الناس هادو. هو كاين الملك في خلال المرافعة ديالو قدم واحد الأدلة اللي كانت قوية من محاضر ديال الضابطة القضائية وتسجيلات مصورة كتأكد على هاد التهم المنسوبة كاملين لهاد الناس هادو. وكيل الملك الإخوان البارح كان صارم وكان ضد هاد المسائل اللي كامل اللي واقعة، بحيث أنه تم واحد التنازل اللي كان تقدم به الدفاع ديال رضا ولد الشينوية ما خلاش أنه يخرج من هاد المأزق، وما كانش أنه سبب اللي يخليه يخرج من هاد السلوكيات اللي قال وكيل الملك بأنها كتطلب واحد الردع صارم باش يكون الحفاظ على هيبة القانون وحماية الأفراد من الابتزاز الرقمي والاعتداءات الأخلاقية. الجلسة نضت فيها القيامة، الناس بطبيعة الحال ما رضاوش بالحكم، العائلات ديالهم كاملين الله يحسن العوان، وحتى ولد رضا ولد الشينوية خوه حتى هو رد 3 شهور ديال الحبس، حتى هو خدا 3 شهور ديال الحبس. يعني من بعد ما سمعوا هاد الأحكام هادي في المحكمة ما عجبهمش الحال وناضت الروينة من الناس اللي كانوا حاضرين أيدوا الحكم، والمجتمع المغربي كامل أيد الحكم. باقي كنتسناو الاستئناف، وحنا متأكدين إن شاء الله ما غيكون غير العقاب ثم العقاب لأي واحد كتخول له نفسه أنه يبقى يخرج بهاد لي فيديو الطايحين اللي فيهم قلة الدين وقلة الضمير. راهم كتروا، هاد الفيروسات كتروا، وضروري من أن القضاء يتدخل في هاد الناس هادو. القضاء هو السلطة الوحيدة اللي يحبس بحال هاد الأنواع هادو. نتوما دابا كتشوفوا هذا شنو كيدير، ديك هوية مستردك النار شادة الصليب وكتعاير، شوية كتهضر على جلالة الملك، شوية كتهضر اللي على الأهم اللي هو الله تبارك وتعالى. يعني راه يضر في القلب، ما بنادم ما كيقدرش يسيبورطيه. حنا كنا كنتمناو نشوفوا شي حوايج زوينه على هاد الناس ونزيدو نهضروا عليهم بكلمة الخير، واخا حنا صوتنا ماشي هو اللي غيبدل القدر ديالهم ولا غيبدل لهم شي حاجه. من كلمة الخير كيتقال في اي واحد كيستاهل يتقال فيه، ولكن هاد الناس هادو فاتوا كاع الحدود. بنادم ما كيخلي لا اللي خلقو، ما كيخلي لا العبد اللي بحالو، ما كيخليو حتى شي واحد. فكان المفروض ان القضاء يتدخل بطريقه صارمه بحال اللي شفنا البارح، ويكون حكم صارم في حق هاد الناس هادو، باش اي واحد تخول ليه النفس ديالو باش يبقى يدير هاد لي فيديو هادو الخارجين على النطاق ديالنا كمسلمين وكمؤمنين، خصو يتعاقب. راه نورمال خصو يتعاقب، راه ما فيهاش هذا عنده مسكين ولا مسكين. جلس في داركم وشد فمك وطاقة مولاك، ما يأذيك حتى شي واحد. الحبس كيكتاب على الناس، كاينين الناس اللي مظلومين، ولكن ماشي بهاد الطريقة هادي. ماشي واحد كله ذهوبات وكيسطح وكيطرنح النار كامل وكيكتب المعيار في الوراق. انا راه اللي حمقاتني هو شتو كيكتب المعيار في الوراق. تصور اصاحبي لا نيفو الاخوان ولا دناءة وصل لهاد بنادم. فكيفاش انت غتبغي له شتي غنبغيو له الحبس باش يدير عقله، ماشي خدمه فيه وماشي باش نتشفاو فيه. حنا كنعرفوا الدين الاسلامي ان اللي كيتشفى في شي واحد حتى هو كيتبلى. حنا ما عمرنا ما غنتشفاو فيه، مي مزيانه ليه باش يدير عقله وباش يكون عبره لبزاف الناس بحالو هو ولا الشكيله ديالو. لقاش راهم كتروا، من المفروض ان هاد الناس هادو يوقفوا على حدهم وهذا الشيء ما يكثرش، ونبقاو نشوفوا شي حويجات زوينين كيطلعوا لنا وكنتفرجوا فيهم. هادشي اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش تخليو لنا نتوما رايكم في التعاليق، واللي ما مشاركش في القناه وكيشوفنا اول مره مرحبا به، يتابونا عندنا في لاشين ويدعمنا. السلام عليكم.